أظن السؤال ده ممكن يكون عدى عليكم كتير لما الواحد يكون متغاظ من نفسه أو حاسس إن في حاجات كبيرة ملخبطة أو الظروف حتى ملخبطة، بيتمنى إنه يبقى واحد تاني أو على الأقل بعض صفاته تتغير. وبعدين يسمع بقى كلام من الناس يقولوا إيه، محدش بيتغير، أو الطبع يغلب التطبع، وإنه ما تاخدش الناس غير على مظهرها لأنه محدش هيتغير في الآخر. الشعارات دي الحقيقة كلها مش حقيقية ومش كتابية ومش مسيحية، لأنه ربنا يسوع له المجد جه يغيرنا، وهو قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، ومعلمنا بولس قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، وكل شيء دي ضمنيا تعني أستطيع أن أنا أتغير. وطبعا قصص الكتاب مليانة ناس اتغيرت تغيرات واضحة جدا وصريحة جدا حتى في صفاتها الأساسية. يعني واحد زي موسى النبي في يوم من الأيام كان عصبي وجي يفك خناقة، مسك المصري موته، بعد سنين يتقال عليه بقى أكتر واحد حليم على الأرض كلها. بولس الرسول كان مفتري ومضطهد الكنيسة، وبعد سنين بقى إنسان وديع جدا وراعي صالح متشبه بربنا يسوع. بطرس كان راجل خاطي بتعبيره وصياد بتاع الدنيا، في الآخر بقى رسول عظيم. زكا كان بيحب الفلوس جدا، وبعد شوية بقى أسقف وبقى قديس، واتغير تغيير واضح وترك كل أمواله. إذن التغيير ما هواش حاجة مستحيلة، وهي أجمل حاجة في الحياة. يعني كونك تتغير دي أجمل حاجة ممكن تعملها في حياتك، إنك تمد إيدك لربنا عشان يغير حياتك ويظبط الصفات الوحشة. أول نقطة عاوز أقولها لكم أن التغيير أساسي للنمو، يعني بيحصل تغيير طبيعي في حياتنا. أنتوا ناس كنتوا أطفال وبعدين اتغيرتوا وبقيتوا شباب، طبيعي تفكيرك النهاردة غير من 10 سنين، اهتماماتك النهاردة غير اهتماماتك وانت طفل، فرق كبير قوي بين دلوقتي وبين زمان. التغيير بيحصل بعد 10 سنين تاني وانت بقى عريس وعروسة وزوج وزوجة، هتلاقي برضو تفكيرك اختلف كتير، ويمكن شخصيتك حصل فيها اختلافات واضحة. فالتغيير سمة للحياة، إنما أغلب الناس بتلجأ إلى تغيير الشكل بس، مش تغيير الداخل. الأسهل إنك تغير وشك، يعني مثلا تطول دقنك ولا تطول شعرك ولا تروحي للكوافير ولا تحطي ميك اب، أو الواحد بيغير في شكله. أو تلاقي واحد مثلا يغير شكل الأوضة عنده، يجيب المكتب من هنا لهنا ويغير وضع الدولاب، وهو تغيير. وممكن تلاقي واحد كبير مثلا يحب يغير العربية بتاعته، أو الناس تغير هدومها كل يوم وتلبس هدوم تانية حتى لو ما كانتش يعني هتتغسل، هي مجرد فكرة تغيير. كل الناس بتلجأ للتغيير الظاهري، قليلين قوي اللي بيركزوا في تغيير الداخل. والتغيير الظاهري ده مش صعب لكن مش مجدي، يعني ملوش قيمة كبيرة. في الآخر الإنسان هو تفكيره هو ومشاكله هي، إنما هو من بره عمل منظر جديد وخلاص. فواضح إن جوه كل واحد فينا رغبة ملحة للتغيير، إنما بيعبر عنها بس بتغيير الشكل أو بتغيير المظهر أو الظروف اللي حواليه. إنما تغيير الداخل دي قضية أصعب، ودي بقى شغل ربنا في حياتنا، لأنه هو قال أنزع قلب الحجر وأضع قلب لحم. هنا تغيير بقى إيه؟ داخلي، ما هواش مجرد تغيير خارجي. هنبتدي مع شخصية حصل في حياتها تغيير واضح قوي من العهد القديم، هي شخصية يعقوب. أبونا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أو اللي خد لقب إسرائيل. يعقوب من الآباء البطاركة، كلنا عارفين أنه ابتدى حياته كشاب، يعني ما هوش متدين، واضح عليه أنه يميل للكذب والخداع،
بيفكر في نفسه أكتر من أي حد، قدر يغش عيسو ويخدعه، قدر يضحك على أبوه إسحاق وياخد منه البركة. واضح أنه ما كانش ينفع قديس في الوقت ده. إنما احنا دلوقتي بنقول يعقوب إسرائيل قديسك. إذا حصل في حياته تغيير واضح عشان يلحق بجده إبراهيم وأبوه إسحاق ويبقى واحد منهم، من الثلاثة الكبار أبائنا البطاركة الأوائل نسميهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بداية التغيير، هي التغيير بياخد مراحل، لكن في مرحلة كده كانت واضحة قوي في تغيير معلمنا يعقوب. انتوا عارفين انه بعد ما ضحك على عيسو وسرق البركة اضطر يسيب البيت لأن عيسو كان عاوز يموته، وسافر وعاش عند لبان خاله، وقعد فترة طويلة برضه لسه فيه الكذب والغش والخداع، وبقى لئيم كده يتلائم على خاله. والاتنين الحقيقة يعني ما كانوش سهلين، ولبان في الآخر كان عاوز يموته من الغيظ، فخد ستاته وعياله وحب يرجع تاني ناحية يشوف أبوه وأمه عايشين لسه ولا لا. وهو راجع ناحية بلاده بعد غلمان كده يكتشفوا السكة، قالوا له ده عيسو أخوك طالع ومعاه 400 راجل. ففهم على طول إن عيسو لسه متغاظ منه زي زمان وطالع بقى ينتقم، ومعاه 400 راجل، ويعقوب كل اللي معاه شوية غنم وشوية مواشي، ومعاه صبيان كده ما ينفعوش يحاربوا. وكان وعد خاله لبان انه ما يقدرش يرجع ناحيته، ولو رجع ناحيته لبان يموته. فاتزنق زنقة صعبة قوي، لأن المرة دي عيسو مستحلف ومغلول منه، وبقى له سنين شايل منه، وعارف ان عيسو ده لا بيصلي ولا بيعرف ربنا. عيسو إنسان مستهتر مستبيح، ارتبط بوثنيات وساب ربنا خالص. فيعقوب فضل الليلة دي كلها ما نامش، وقعد يصلي طول الليل لغاية ما ظهر له المسيح. وهو كان سبق وشاف المسيح قبل كده في سلم يعقوب قبلها ب20 سنة، لما كان نايم في الصحراء وحلم حلم جميل، شاف السلم كده نزل عليه ربنا يسوع بيقول له أنا معاك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. فلما شاف المسيح مسك فيه وقال له أنت وعدني أنك ترجعني بيت أبويا، أنا دلوقتي مزنوق، ما تسيبنيش، لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني. فربنا يسوع فضل كده يعني يحايله ويقول له ما تخافش، إنما هو يقول له لا أنا مش هسيبك، خليك معايا في مقابلة عيسو. لما طالت بينهم المعركة كده، معركة حب يعني صلاة، قال له الفجر هيطلع يعقوب، مش مفروض حد يشوفني غيرك. فقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي يعقوب. ويعقوب يعني يتعقب، يعقوب يعني واحد وصولي عاوز ياخد الحاجة اللي في ايد اخوه. قال له طب كفاية بقى يعقوب دي، ايه رأيك نخليها اسرائيل، لانك صارعت مع الله والناس وغلبت. تعال نشيل اسم يعقوب ده اللي يحمل ذكريات الانسان الاولاني اللي فيه الطمع وفيه الوصولية وفيه المصلحة وفيه الأنانية، ومعاها بقى الغش والكذب، وناخد بقى لقب جديد كده إسرائيل، رجل الله، مصارع الله، محب لله، تبع ربنا. فقام يعقوب تجاسر وقال له وانت اسمك ايه؟ قال له لا ما تسألش عن اسمي دلوقتي، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ لأنه طبعا اسم ربنا يسوع المسيح له المجد عرفناه في العهد الجديد. القصة دي كانت بداية تغيير واضح في حياة يعقوب، لأنه من بعدها بطل خالص بقى الكذب والغش والخداع اللي كان فيه، وابتدى يصلي وابتدى يعمل مذبح منين ما بيروح، وبقى شبه أبوه شبه جده، وانتهت حياة يعقوب نهاية جميلة، رجل قديس عظيم بقينا نتشفع بيه لغاية النهاردة. إذن حصل تغيير، واحد كان طبعه الكذب بطل خالص بقى كله صدق، واحد كان أناني قوي بقى يفكر في الناس ما بيفكرش في نفسه، واحد كان ربنا آخر حاجة في حياته بقى أول حاجة في حياته. حصل في حياة يعقوب تغيير واضح جدا. التغيير ده حصل إزاي؟ التغيير ده نقدر نقول فيه 4 مراحل أو 4 أمور بتساعد الواحد على التغيير.
أول حاجة الأزمة، تاني حاجة الاعتراف، تالت حاجة الالتزام، رابع حاجة التعاون. هي في الإنجليش كمان، شاطرين فيكم كتير يعرف إنجليش، كلهم بالسي: crisis, confession, commitment, cooperation. الأربع كلمات دول هم منهج التغيير. أول كلمة اللي هي crisis دي مقصود بيها إيه؟ أزمة أو ضيقة أو موقف صعب، وكل واحد فينا بيعدي عليه موقف صعب ومواقف صعبة، بس في واحد يستفيد منها ويبتدي يتغير، وفي واحد يعني ما يحاولش يتغير ويضيع الفرصة. الموقف الصعب اللي كان في حياة يعقوب انه كان هيموت هو وولاده، وهو حاسس بذنب فظيع لان هو السبب، هو اللي كان بيضحك على عيسو. طبعا نسيت اقول لكم بعد الليلة اللي شاف فيها ربنا يسوع له المجد، على الفجر كده على الصبح لقى عيسو مقرب عليه، طلع كده وعمل له مطانية يعتذر، لقى عيسو بياخده بالحضن، والقصة خلصت، وعيسو اتغير تماما من ناحيته، وبعد ما كان هيموته بقى بيبكي على يعني عنقه تأثرا. فطبعا يعقوب أدرك أن ربنا عمل معجزة في قلب عيسو وغيره، وعشان كده من ساعتها بقى يعقوب بقى بتاع ربنا. الأزمة ليها دور في تغيير الإنسان. احنا ساعات نتضايق لما مثلا الواحد يدخل في امتحان ما يعرفش يحل، أو يخسر واحد من أصدقائه، أو حد يدخل في علاقة عاطفية وبعدين تطلع أي كلام يعني ويصعب عليه نفسه، أو يعني يخسر حد غالي عليه، أو يتعرض لحادث. الأزمات الكبيرة دي ناس بتحسبها خسارة، إنما ربنا بيستخدمها كمكسب يغير بيه الإنسان فيه. فأول حاجة هي حتة الأزمة. وتلاحظوا أن الكتاب المقدس قال: خاف يعقوب جدا وضاق به الأمر. لما بتوصل مع الواحد فينا إلى درجة خوف جامد وضيق شديد قوي، دي زي اللي بتقوله كده هيبتدي بقى يتغير ويبقى واحد تاني، أو تتشال منه الحتة الوحشة اللي كانت لازم تتشال من زمان. ربنا عشان كده بيسمح بأزمات كتير، وأزمة ورا أزمة تغير فيك حتة ورا حتة لغاية ما تبقى رجل الله وتبقى كده قديس حلو وتتغير تغيير بجد. المشكلة ان احنا في الأزمات ساعات نلجأ للتذمر والشكوى. لما تحصل مشكلة نقعد نقول ليه ربنا بيعمل كده، وليه الناس عملوا فيا كده، وليه. اللغة دي تخليك ما تتغيرش أبدا. النغمة دي نغمة الخيبانين، يعني ما تخليش الواحد يتغير أبدا، لأنه الشكوى والتذمر مش هتساعدك في حاجة، مش هتفيدك. شوفوا معلمنا يعقوب هنا عمل حاجة كويس، وزع الولاد والستات والغنم وقال لهم سيبوني الليلة دي، الليلة دي ليلة حياة أو موت فسيبوهاني. وقضى الليلة كلها صلاة. بسبب الليلة اللي قضاها كلها صلاة ربنا ظهر له وتعامل معاه، وكانت بداية تغيير حلو. فبلاش تقعد تشكي همك وتقعد تلوم الظروف أو تلوم الناس أو تلوم ربنا، ده كله مش هيخلصك من المشكلة. لو شاطر صحيح تعلم في الأزمات تصلي وتصرخ لربنا وتقول له لن أطلقك، لن أتركك حتى تغيرني، حتى تباركني، لغاية ما تخلصني من اللي أنا فيه، مش هسيبك يا رب. ساعتها هتتمتع بقعدة مع ربنا كأنك شفته بعينيك، وعلى يعني نهاية القعدة الحلوة دي هتبقى ابتديت تتغير حتة بحتة. برضو عاوز أقول لكم حاجة. يقولوا النسور الكبيرة قوي لما تعمل، تعرفين بيض يعني بيبقى لها بيض النسر، وبعدين البيضاء تطلع فرخة نسر، نسر صغير كده، ودايما العش بتاع النسر يبقى على جبل عالي قوي، لأن النسر دايما يطير عالي جدا. اكتشفوا أن أمهات النسور بيعملوا حاجة غريبة. بعد كام يوم كده، بعد ما الفراخ دي تطلع وهي لسه صغيرة طبعا ما تعرفش تطير، يدلقوا العش. النسر نفسه الأم تدلق العش من فوق الجبل، فالفراخ هتقع من علو.
وبعدين النسر لأنه بقى بيطير بسرعة جدا، تيجي تطير وتنزل تفرد جناحاتها من تحت عشان تسيب النسور يقع عليها، النسور الصغيرة الفراخ دي. طبعا فرخة النسر لما تلاقي نفسها في الهواء طايرة على بعد أميال من الأرض تتخض، لكن تعمل إيه؟ تبتدي تحرك جناحاتها في محاولة للطيران زي أمها. فكتير منهم يعرف يطير في اللحظة دي، واللي منهم يجي يندب يقع يلاقي إيه؟ جناح الأم أو جناح النسر العظيم شايله فما يحصلوش حاجة. واللي ما عرفوش يطيروا دول تعد لهم الحركة دي مرة واثنين وثلاثة لغاية ما جناحاتهم تتصلح وتتحرك ويبتدوا كلهم يطيروا. لو حطينا نفسنا مكان فراخ النسر كنا هننزعج جدا ان ربنا بيرمينا في الهواء كده، وتبقى المنظر مرعب وتبقى أزمة توقف القلب. إنما ربنا مش معنى انه رمانا في أزمة انه رمانا بجد، ده هو من تحت فارش جناحاته كده وعارف كويس قوي ان احنا مش هنتعور. الأزمة محسوبة عشان في الآخر احنا بس ايدينا تقوى شوية ويحصل تغيير، يحصل تطور، تطلع من دور الفرخة الضعيفة اللي متكل على أبوك وأمك طول الوقت إلى نسر عظيم. عشان كده ربنا كان بيستخدم التعبير ده ويقول أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. ويقول ويجدد مثل النسر شبابك، لأن النسر قوي قوي وطيرانه جميل. في الأزمات الواحد مش هيتغير غير لما يبطل شماعة الشكوى والتذمر ويبتدي يواجه الموقف ويبتدي يصلي لربنا ويبتدي يطلب التغيير. لو طلبت التغيير هتتغير، لأن ربنا بيسمع وقال اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرأ يفتح له. فلما تبقى تعبت من نفسك في صفة، يا رب غيرني، توبني يا رب فأتوب لأنك أنت يا رب إلهي. الأزمة تعمل كده. الأزمة دي ممكن تبقى سقوط متكرر، تبقى الواحد متغاظ من نفسه في حاجة، بس دي فرصتك انك تتغير، ما تسيبش ربنا في الوقت ده. تاني نقطة هي نقطة التوبة والاعتراف. الواحد مش ممكن يتغير إلا لما يعترف قدام نفسه أولا إن في عيب كبير لازم يتغير، أو في خطية واضحة لازم تروح. تلاحظوا إن ناس كتير قوي بتكابر، شباب كتير لما والديه مثلا يقولوا له أنت فيك العيب ده يقاوح، لا أنا منظم، أنا مجتهد، ده هو العيب في التدريس وفي الدراسة. طول ما أنت مش راضي تعترف إنك فيك عيب معين يبقى مش هتتغير. واجه نفسك عشان تتغير. فرصة الأزمة، الوقعة، المصيبة اللي حصلت، فرصة كشفت لك على عيب واضح فيك. يعقوب في الليلة دي كان فاهم كويس قوي إن هو اللي تسبب في كل المشاكل. عارف اللي عمله مع عيسو من زمان مرة واتنين هو اللي بيدفع ثمنه دلوقتي. فكان معترف أمام نفسه إنه وحش وإنه غلطان. وفي الليلة دي قال له صغير أنا عن جميع ألطافك، يعني أنا ما استاهلش يا رب إنك تبقى لطيف معايا، لأني بعصاي عبرت هذا الأردن. زمان يعني كان معاه عصاية بس، والآن عبدك جيشين، يعني أنا راجع أعدي نفس المكان بعد 20 سنة معايا جيش غنم. ده كله ده فضل منك. وبعدين قال له لكن نجيني من يد أخي، أنا السبب في كل المشاكل، بس يا رب ما فيش غيرك انقذني. الاعتراف يبدأ بالاعتراف أمام النفس. اعترف قدام نفسك إن في حاجة لازم تتغير. اعترفي إنك فيك عيب عاوزة تتخطيه، وإلا مش هتتغيري. وهتلاقي ناس اتغيرت وسبقتك، خسارة. وربنا جاهز بالتغيير، ربنا قادر إنه يغير، بس عاوز واحد يقول له يا رب أنا فيا صغر نفس، ما عنديش ثقة بالنفس، غيرني. يا رب أنا فيا خوف زيادة من الناس، غيرني. أنا فيا كسل، غيرني. أنا فيا
كبرياء ساعدني أخلص منه، أنا فيا شهوة زيادة، أنا فيا قلق مرضي. لما الواحد يصرخ لربنا ويعترف بتبتدي التغيير. يمكن ربنا وضح لنا دي لما سأل يعقوب قال له اسمك ايه؟ فقال له يعقوب. ويعقوب دي معناها ايه؟ ايوه انا يعقوب اللي ما كنتش بسيب حد في حاله، انا يعقوب اللي تعقب الحاجة ولازم اوصل لها بالذوق بالعافية. هاخد اللي في ايد عيسو من ساعة طبق العدس زمان، كنت لما احب اخد حاجة لازم اوصل لها. طب ما ده عيب يا يعقوب، ده خطية. فلازم تعترف انك جواك يعقوب اللي لازم يتغير ويبقى اسرائيل. كمان الواحد هو بيعترف، انتوا عارفين سر الاعتراف عندنا معناه 3 خطوات. بتعترف قدام نفسك، وبعدين تعترف قدام ربنا، وبعدين تعترف قدام ابونا او قدام الكنيسة، تعلن اعترافك. قدام نفسك دي اول خطوة. تاني خطوة، يا رب انا مكسوف منك، انا فعلا ما استاهلش عطاياك، انا فعلا وحش، انا فعلا في غلط. وبعدين تيجي لابونا تقول له فيا العيب الفلاني، خطيتي واضحة، خطيتي امامي، انا معترف بكده. دي خطوة مهمة قوي في التغيير. الخطوة الاولانية الكرايسيس، الازمة وما اكثرها، كل سقطة اسمها ازمة. الخطوة الثانية الكونفيشن، انك تعترف. وطبعا مع الاعتراف في التوبة. التوبة مش مجرد ندم، مش مجرد يا ريتني ما عملتش، لا دي خطوة منها. انما التوبة معناها رغبة ان انا ما اعملش كده تاني، ان انا راجع لربنا بقول له ساعدني ما اغلطش تاني، سامحني على اللي فات وساعدني على اللي جاي، قويني عشان ابقى واحد تاني وما اعملش اللي كنت بعمله قبل كده. وفعلا يعقوب ما بقاش بيعمل اللي كان بيعمله قبل كده. لما الواحد بيعذر نفسه بيعطل الاعتراف او بيعطل التوبة. ساعات واحد يقول ايه، نقول له يا ابني انت غضوب، حد يرد على والديه كده يقول ما هم اللي بيستفزوني. طول ما انت بتقول هم، يبقى انت مش هتتغير، لانك مش راضي تعترف انك غضوب. هم استفزوك ما استفزوكش ده مش معناه انك تغضب. طول ما انت بتلوم حد براك يبقى عمرك ما هتتغير. زي واحد قال ايه، سرقت ليه؟ يقول اصل لقيت الخزنة مفتوحة، وعشان لقيت الخزنة مفتوحة تسرق؟ لا طبعا دي حجة، انت جواك طمع وعشان كده سرقت. بلاش نعذر نفسنا زي ما قلنا في النقطة الأولانية في الكرايسيس. بلاش تلوم ربنا وتلوم الظروف والناس. في النقطة التانية بلاش تعذر نفسك، اعترف انك انت فيك غلط عشان تبتدي تتغير. كونك بتعذر نفسك كل مرة جوه نفسك ده بيخليك ما تتقدمش. وعلى فكرة ده ساعات يحصل جوه سر الاعتراف. يبقى مثلا يجي الشاب يعترف يقول اصل انا مش بعرف انام بدري، فببقى زهقان بالليل، فبلاقيش حاجة اعملها، فافتح الكمبيوتر، وانت عارف يا ابونا بيجي لنا حاجات وحشة على الكمبيوتر. الله، انت بتعذر نفسك ليه؟ ما تقول على طول انا بقع في خطايا وحشة، شهوات ومناظر وحشة. واجه نفسك. هو انت عشان بقى فاضي شوية ولا سهران ولا لا، كل دي اعذار واهية. انت لو مش عاوز تغلط مش هتغلط، فما تعذرش نفسك. نقطة ثالثة الكوميتمنت او الالتزام او المثابرة. النقطة الأولانية كانت الأزمة، النقطة الثانية كانت التوبة والاعتراف. ثالث خطوة في التغيير هي الالتزام أو المثابرة. بمعنى إيه؟ كلكم جربتوا في الاعتراف تلاقي أب الاعتراف بيقول لك طيب بص من هنا ورايح هنعمل كم مطانية، هنصلي إيه في الأجبية، هنقرأ إيه في الإنجيل، هنواظب على التناول، هنبعد بقى عن اللخبطة دي. هل الكلام اللي بتسمعه من أبونا ده بتاخده موضع جدية وبتحارب الدنيا كلها عشان تعمله؟ ولا هو يعني ابونا هيقول ايه، ما هو كلام بيقوله كل مرة؟ لا، تفرق كتير قوي. في واحد يطلع من الاعتراف مع نفسه حتى من قبل ما يوصل لابونا، طالع بعهد كده انه مش هيغلط تاني، وهيحارب نفسه وهيحارب الظروف مهما حصلت، انه ما يكذبش، انه ما يزعقش.
مع الالتزام ده يحصل تغيير. يحكوا مرة 2 رهبان كانوا بيعترفوا عند أب قديس، وبعدين اتقابلوا بعدها بفترة داخلين يعترفوا، فواحد بيقول لأخوه إيه، هو أنت بتستفيد من الاعتراف؟ فالأب باتضاع قال له أخطيت يا أبونا بستفيد. قال له بتستفيد قوي؟ قال له الحقيقة بستفيد جدا. قال له أمال أنا بعترف عند نفسي أبونا وأنا مش بستفيد خالص، هو أنت بتعمل إيه بالظبط؟ فقال له بص، أنا الكلمة اللي بيقولها أبونا بعتبر ربنا اللي بيقولها، فأول ما أطلع من قلاية أبونا من الاعتراف أكتب اللي قاله ونفذه مهما كلفني، فبحس إن من اعتراف لاعتراف بتغير بسرعة. قال له أنا فهمت أنا ليه مش بتغير، لأن أبونا بيقول لي كلام أنا مش بفتكر أساسا هو قال لي إيه، فبطلع أرجع عيد الاعتراف تاني بعدها بشهر أو بعدها بأسبوع. هنا الكوميتمنت، يعني الوعد، العهد، الالتزام. مش كفاية أن ربنا يعمل لك أزمة عشان تتغير، في ناس بتدخل أزمات وما بتتغيرش، ومش كفاية تتوب وتعترف عشان تتغير، لازم تطلع من التوبة والاعتراف بالتزامات، بنسميها ساعات قانون روحي. قانون روحي في جزء منه مش هعمل كذا، وجزء منه هعمل كذا، مش هعمل الغلط وهعمل الصح. لو دخلت في المرحلة دي قربنا قوي على التغيير. يعقوب بعد الليلة اللي شاف فيها الموت بعينيه وشاف فيها المسيح واتنقل من الموت للحياة، وعد ربنا انه هيبقى واحد تاني، انه هيبقى اسرائيل، ففعلا بقى واحد تاني. ما سمعناهوش بيكذب تاني ابدا، ما سمعناهوش تاني بيطمع في حد ابدا، خلاص طرد كل الحياة القديمة وبقى رجل الله. فطبعا انضم الى سلسلة الاباء العظام. مع الالتزام ساعات يجي التراجع او الانسحاب. يعني ايه؟ يعني الواحد يمشي يوم او 2 وبعدين يقع بقى ينام في الخط. حاسب لأن كلنا معرضين لدي، بس عشان توصل لتغيير مش كفاية تمشي يوم ولا 2 صح. خليك شديد مع نفسك وعندك عزيمة وإرادة انك اللي هتبتدي فيه هتكمل فيه. خليك فاكر انك هتتعرض لحاجات تعطلك، ما تنسحبش، ما تتراجعش، ولو وقعت قوم بسرعة، لأنك الخط الجديد اللي دخلت فيه لازم تكمله. إنما تقع تقول لا ما فيش فايدة وترجع تاني كأنك ما اعترفتش وما توبتش، طب ما انت كده مش هتتغير. إنما لما تاخدها جد وتقول لا حتى لو وقعت هكمل اللي ابتديته، هكمل القانون اللي قاله أبونا، هكمل العهد اللي قلته لربنا، هتلاقي تغيير واضح بعد شوية، تغيير في صفاتك وطباعك وشخصيتك وكل حاجة. برضو نقطة مهمة مع المثابرة، لا تتعجل النتائج، ما تستعجلش النتيجة، لأنه تغيير الإنسان مش سهل. عمل نعمة ربنا وعمل جهاد الإنسان. أنت بتحاول وربنا بيدي نعمة ومعونة، لكن بعد شوية هتبقى واحد تاني فعلا. ربنا قادر يعمل كده، لكن الموضوع ده مش هيجي في يوم وليلة أبدا. فلازم تبقى عارف كده إن التغيير هياخد شوية وقت. طب وماله، ما ياخد شوية وقت، بس كفاية انك انت الصفة اللي مضايقاك دي هتروح منك خالص، هتبقى فرحان بقية عمرك. احنا دايما مستعجلين في موضوع المثابرة ده، عاوز تصلي اسبوع وتبقى خلاص كده ما بتغلطش ابدا. لا، ده انت الغلط برضو متأصل فيك، انت الخطية تحولت الى عادة، فعشان تتشال هتاخد شوية وقت، ولا يهمك، كمل في اللي ابتديته عشان توصل لتغيير حقيقي. زي ما العادات والمخاوف والضعفات والخطايا خدت سنين في تكوينها، الفضائل والنقاوة والطهارة بتاخد سنين في تكوينها دايما كده. وزي الزرع يا جماعة، ما حدش بيسقي الزرع تاني يوم بيلاقي شجرة. الزرع بيكبر بالراحة بس هيكبر وهيطلع ثمر. انت كمان كده مغروسين في بيت الرب، يقول كأشجار زيتون جميلة مثمرة. طيب الغرس ده هيطلع ويطلع ثمر حلو، بس اديله وقته واديله المية بتاعته. دايما المرحلة دي محتاجة رجاء أو محتاجة أمل. مرحلة المثابرة دي
الشيطان يدخل يقول لك ما فيش فايدة، ما انت حاولت كتير وتكعبلت وكل مرة توعد وما تعملش. فهنا الشيطان اليأس دايما يدخل مع حتة المقاوحة دي والمثابرة دي. الشيطان اليأس يدخل يقول لك ما فيش فايدة، انت ياما جربت وياما اعترفت، اللي بتقوله هتقوله كل مرة في الاعتراف. لا، تسمعش للشيطان ده. قول له بص، ربنا بيحبني وربنا قابلني على كده، وإن سقطت أقوم وخطاياي لا يعود يذكرها، وهو قادر يغيرني وهو عاوز يغيرني. دايما رد على نفسك عشان ما تقعش في حرب اليأس وتفضل مصر انك تتغير، تقوم تتغير. آخر نقطة في التغيير اللي سميناها الكوبريشن. احنا قلنا الأولانية كرايسيس يعني الأزمة، تانية كونفيشن مقصود بها التوبة والاعتراف، الثالثة الكوميتمنت مقصود بها الالتزام والقانون، الأخيرة كوبريشن مقصود بها إيه؟ الكوبريشن يعني التفاعل مع ربنا، التعاون مع ربنا. ربنا عاوز يغيرك، طب اديله إيدك. ربنا عاوز يساعدك، أنت كمان ساعده. ربنا بيقول حاجة، طب اسمعها. يعني بطرس لما كان بيغرق في المياه، ربنا يسوع مد إيده، لو بطرس ما قال له لا مش هديك إيدي كان غرق، إنما لما مسك إيده طلع. فهنا التعاون ده مطلوب جدا. يعني يعقوب كل اللي عمله سهر وصلى وتذلل قدام ربنا وصرخ لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. بدأ التغيير لأن في تعاون. تلاحظوا أن اللقاء بين يعقوب وربنا انتهى نهاية غريبة شوية، أن ربنا يسوع له المجد خبطوا على حق فخذه فخلعوا، خلع حق فخذ يعقوب، فبقى يعقوب يعرج بقية عمره. ليه؟ بعض الناس قالت أن يعقوب كان غاوي يعمل العملة ويجري، لأنه كان يعمل كده، مثلا سرق البركة من عيسو وبعدين جري ساب البيت، فالظاهر كان بيتكل على رجليه في انهم تسعفه انها تنقذه. فربنا قال له بص بقى، احنا هنبطل نسرق وهنبطل نكذب وهنبطل نغش، وادي كمان ايه الحجة او الحاجة اللي كنت بتتكل عليها انا هشيلها لك، هخليك تعرج عشان ما تقولش اعمل عملة واجري تاني. اللي انت كنت بتتكل عليه يستر على غلطك هشيله، اللي انت كنت معتمد عليه انه يغطي خطيتك انا هشيله من حياتك عشان تكره الخطية، عشان لو عملت عملة هتتمسك بعد كده، عشان عاوزك تكره الكذب وتكره الخديعة وتكره الجري بتاع زمان. لان في آية جميلة تقول لا يصر بساقي الرجل. طب ليه ربنا ما بيعجبوش ايه في رجلنا؟ لا، كانوا زمان في الحرب رجلين المحاربين مهمة جدا، في الكر والفر في المعركة كانش فيه بقى دبابات ومسدسات، كانت الحكاية كلها ايه ايدين ورجلين. فالرجلين دي مهمة جدا في المعركة، عشان لما تهرب ما حدش يعرف يمسكك، او لما تهجم تقدر توصل لعدوك. فهنا قال له بص بقى، رجليك دول تنساهم شوية، انت يا دوب هتعرف تمشي، انما انا مش عاوزك تتكل عليهم تاني، عاوزك تتكل عليا انا بقى، عشان نتعاون مع بعض، عشان تتغير يا يعقوب تتكل عليا انا. كل لما تتزنق تقول لي يا رب يا رب ساعدني، انا مش عارف اتغير، انا مش عارف اتصرف، انا مش عارف اتكلم، انا مش عارف احكم. معلمنا يعقوب او ابونا يعقوب عرف يعمل كده، كمل حياته كلها بقت حياة صلاة وحياة فيها مذبح وفيها تقوى، لانه بقى يتفاعل مع ربنا، بقى يفتكر ربنا طول الوقت، بقى ينادي على ربنا كل وقت. لقائنا مع ربنا المستمر هو الأساس في التغيير. سهرات الصلاة هي أساس التغيير، القداسات هي أساس التغيير، قعدة الإنجيل هي أساس التغيير. عاوز تتغير اقعد مع ربنا فترات، خد خلوة، احفظ مزامير، قضي وقت، لأن الوقت اللي بتقعده في نور ربنا بينور حياتك. بنورك يا رب نعاين النور. لما تقعد في نور ربنا كتير انت نفسك بتتنور، وشك بيتغير. عارفين زي موسى النبي لما كان بيقعد على الجبل كذا مرة 40 يوم، في الآخر بقى نزل وشه منور، لأنه من قعدته مع ربنا اتغير. موسى اللي في يوم من الأيام كان مطلوب القبض عليه بقى نبي عظيم جدا ووشه منور،
لأنه بيقعد مع ربنا كتير. هو ده التعاون، التفاعل مع ربنا. ربنا قادر يعمل منكم قديسين بس ادوله فرصة. ربنا قادر ينور قلبكم ووشكم بس قضوا معاه وقت. ربنا قادر يشيل كل حاجة وحشة فينا ويحط كل حاجة حلوة منه بس لو الواحد قضى معاه ساعات طويلة. إنما لأننا بنقضي دقايق أو ما بنقضيش، ربنا مش لاحق يغير فينا ويظبط الأخطاء اللي جوانا. ساعات يكون اللي معطل الواحد الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تخليك تقول أنا قادر أخرج من أي أزمة لوحدي. طب خليك. أو أنا مش بغلط، مفيش اعتراف. أنا أصلي مش هلتزم بحاجة، أنا كده كويس، مفيش التزامات. أنا هقدر أغير نفسي بنفسي، يبقى مفيش تعاون مع ربنا. ساعات ربنا يبقى قاصد يكسر الثقة بالنفس شوية، زي ما خبط حق فخذ يعقوب عشان يقول له بطل تتكل على ذكائك وعلى حكمتك وعلى الفهلوة بتاعتك وعلى رجليك. لا، كفاياك بقى، الحاجات دي كانت هتضيعك انت وولادك، اتكل عليا انا بقى. اخر حاجة نختم بيها سؤال لينا كلنا: ايه الحاجة اللي انت نفسك تتغير فيها؟ يا ترى دي صفة، طبع مثلا، ولا خطية واضحة، ولا حاجة انت مكسوف منها؟ ايه الحاجة اللي جواك ممرراك ونفسك تخلص منها؟ واوعى تفتكر ان صعب، لا مش صعب، كل واحد ممكن يتغير. وفرص الازمات اللي بتحصل معاك دي فرصتك انك تقضي وقت مع ربنا تقول له غيرني يا رب. وفرصة انك تعترف قدام نفسك وربنا وابونا بان في عيب واضح عاوز يتغير. ويلا ابتدي خد عهد مع ربنا والتزامات، ولو وقعت قوم تاني وكمل. واخيرا خلي منهجك دايما مد ايدك ربنا يمد ايده. اقتربوا الي اقترب اليكم، ارجعوا الي ارجع اليكم. من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. مهما كانت عيوبك صعبة، مهما كنت كبرت والحكاية بقى لها سنين جواك، اوعى تيأس. ربنا بيقوم موت، فما أسهل على ربنا أنه يغير الواحد فينا ويعمل فيه حاجة كبيرة ويطلع منه أجمل ما فيه. دي شغلة ربنا، ده دور ربنا. إنما حاسب من اليأس، لأن اليأس بيعطل التغيير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.